بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نعمل مع بعض وصفة جديدة، فيديو جديد. النهاردة هنعمل مع بعض حلو فاخر من الآخر، حاجة كده جميلة ما شاء الله. هنعمل حاجة كده شتوية، بطاطا بالبشاميل، بس مش هنقول عليها بشاميل، هنقول عليها كريمة. هنجيب مع بعض كده بطاطا وسكر ولبن ودقيق وفانيليا، وهنبدأ بسم الله على بركة الله. هنسمي الله. وهقشر كده البطاطا، انا قشرتها طبعا وبس بوريكم هنا واحدة بمقشرة بسكينة زي ما تحبي. وهنخرطها مع بعض وهنشوف ان شاء الله الفيديو. كملوا معايا الفيديو ان شاء الله الفيديو يعجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي اشتراك في القناة وتفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك، واللايك. كده هنبدأ نخرط كده مع بعض البطاطا. هتعملها طرنشات او مكعبات بس بسمك واحد او بحجم واحد عشان كلها تاخد سوا بعضيها. يعني مش حتة كبيرة وحتة صغيرة عشان كلها تستوي. انا بقطعها طرنشات كده زي البطاطس. هنا كده انا خرطتها. طبعا انا الاول كنت غسلاها قبل ما اقشرها، بعد كده بخرطها. هنا معايا دول 2 كيلو بطاطا، هحط لهم كوباية سكر، دي الكوباية المعيارية، او مج الشاي بتاعنا اللي بنشرب بالشاي. ومعانا كيس فانيليا، هحطه برضو، وكوباية مية واحدة وهقيد عليها. بس كيس الفانيليا مش هحطه دلوقتي، لما البطاطا بتستوي وانا بهرسها بضيف لها كده معلقة سمنة وكيس الفانيليا. طبعا انا قدت عليها على نار عالية الاول، خدت غلوة، بعد كده هديت عليها النار لغاية ما بتستوي بقى. زي طبعا بتمسكيها زي البطاطس كده بتلاقيها مستوية، تبقى ما شاء الله دايبة كده ومستوية. ريحتها بقى بتبقى قلبة ما شاء الله المطبخ. انا هنا بقى بهرسها بمعلقة بكوباية، بهرسة البطاطس زي ما تحبي، او اللي عندك اللي متعودة عليه واللي بتعمليه اتعاملي على طول. هنا طبعا البطاطا يعني سمنة بلدي. طبعا معلقة السمنة بلدي بتوديها في حتة تاني. معايا هنا معلقة سمنة بلدي وكيس فانيليا، ده بس للبطاطا عشان احنا برضو هنعمل البشاميل هنحط له سمنة. البشاميل بتاعنا بقى بنعمله ما شاء الله كريمة، يعني مش بنقول عليه بشاميل، بنقول عليه كريمة. هتشوفيه طبعا معايا دلوقتي وان شاء الله الفيديو يعجبك. كده انا بفضي هنا، المفروض بقى ان انا هعمل بشاميل في الحله في الديت، بس انا صراحتها كبيره فعملتها في حله اصغر شويه. هنا بحط كده معلقتين سمنه مليانين، سمنه بلدي. طبعا ينفع باي سمنه، بس السمنه البلدي طبعا بتخليها كده غنيه وما بتحتاجش قشطه. يعني انا مش عاملاها بقشطه، وهتشوفي ما شاء الله الصينيه عامله ازاي. هنبدا كده بدوب 3 معالق دقيق برضو او معلقتين مليانين، وبخلي بقى السمنه بتاعتها كتيره شويه. بحمرهم كده، ما بدهمش لون غامق، بديهم لون فاتح. بحب بقى اشم ريحه الدقيق كده، بعرف ان هو ما شاء الله خلاص ريحتها طلعت كده، بروح ضايفه على طول اللبن. اللبن ساقع عادي من التلاجة من المطبخ، مش مغلي، مش هيفرق. ادام ايدك في البشاميل او في الكريمه بتاعتنا، مش ان شاء الله هيبقى معاكي جميل. وزي ما شايفه ضفتي نص كيلو اللبن، دول 2 كيلو بطاطا حطيت لهم نص كيلو لبن. تقدري طبعا تضيفي كيلو الا ربع كيلو. دول حبه الميه بتاعت سلق البطاطا اللي هما نزلوا من البطاطا، انا صفيتهم قبل ما اهرسها. طبعا دول بزود بيهم البشاميل، صراحه بيخليه طعمه جميل قوي. ده الصوص اللي بينزل من البشاميل اللي بيبقى ما شاء الله مسكر واخد ده طعم البطاطا والفانيليا. بدل بقى ما ازود حبة مية، انا بحب اصلا ازود حبة مية في البطاطا عشان خاطر اخد الصوص ده منها. بنزل بيه كده، بخلي القوام كريمي ولا تقيل ولا خفيف. كده هو بيبتدي يغلي. انا هنا بقولك لما يغلي كده من الجوانب ويعمل يقلب كده من الجوانب ويغلي كده، خلاص بنزله. بجيب معايا صاج، صينية، طاجن فخار، طواجن صغيرة ازاز، اللي انت تحبي تعملي فيه هنعملها كده هنا في صاج. انا بحب اعملها في صاج عشان ما تبقاش عالية قوي، تبقى السميكة يعني بتبقى حلوة كده، سمكها حلو. بحط كده معلقتين بشاميل. طبعا احنا ضفنا للبشاميل السكر، عشان انا نسيت اقول ان احنا ضفنا 3 معالق سكر، عشان البطاطا مسكرة وعليها سكر. 3 بس او معلقتين حسب الرغبة، السكر حسب الرغبة. فردنا كده البطاطا في الصاج، بفردها كده وبخلي الوش بتاعها فيليتا كده، بمسحه يبقى مسح، مفيش حتة طالعة ولا حتة نازلة، عشان طبعا لما احط البشاميل او الصوص تبقى حتة واحدة. بنزل كل كمية الكريمة، هي ما شاء الله يعني كريمة مش بشاميل، مش عايزة اقول عليها بشاميل. طبعا تقدري تضيفي معلقة قشطة لو عندك، بس السمنة البلدي بتكفي صراحة. يعني لو انت هتعملي اي نوع سمنة، علب او زبدة، ممكن تجيبي علبة قشطة من اللي هي الصغيرة دي وتحطي منها هي بتبقى معلقتين تحطيها. ما شاء الله كده بظبط الصاج، بمسحه عشان برضو لو في حاجة ما تتحرقش. وانا هنا مشغلة الفرن بقى، درجة الحرارة صراحة عالية، من تحت 200 ومن فوق برضو 200، لان هي الشبكة في النص او الرف اللي في النص. دخلتها ما بتكملش نص ساعة،
عشان بس تاخد وش الجميل دوت. وبطلعها انا هنا مطلعاها من الفرن على طول، يعني مش قادره امسك الصاج حتى. ما شاء الله شكلها جميل. هي الاضاءه والله ما هي ظالمه لونها، يعني مفتحه اللون بتاعها، بس هي لونها ذهبي وجميل. انا كده بديها مسحه عشان خاطر السمنه كانت ما شاء الله مبصبصه كده فيها، فبديها مسحه بالمعلقه عشان تبقى الوش كله ايه عليه السمنه بتاعته. هنا طبعا ما ينفعش اقطعها سخنه، بس طبعا احنا ايه حاجه حلوه زي دي ما ينفعش تستنى طبعا. ريحتها وما شاء الله يعني شكلها وما شاء الله طعمها بجد كانت جميله وتحفه. ولو عملتها كل يوم او لو عملتوها كل يوم مش تزهقوا منها. جربوها وان شاء الله على ضمانتي وهتعجبكم، واكون ضيفه خفيفه عليكم. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعل الجرس وتحطي لايك عشان كل جديد يوصلك. نعمل مع بعض ان شاء الله كل جديد. ولو طبعا عجباكي اي وصفه وعايز طريقه اي وصفه اكتبي لي في الكومنتات. ويا رب اكون عند حسن ظنك وكوني بتستفادي مني باي معلومه. وما تنسيش طبعا اللايك. ونشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.